ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو مختلف. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا زرع ملوخيه. طبعا ما اقولكوش بقى فرحانه بالملوخيه بتاعتي دي قد ايه. طبعا الملوخيه دي مزروعه من غير اي سماد، من غير اي حاجه، يعني سماد طبيعي. زي ما انتوا شايفين بقى كده انا خدت منها كذا مره، لكن قلت فكره يعني ان انا اخد كمان مره. سبتها تكبر شويه علشان تشوفوها معايا. وهنبدأ بقى النهاردة في يوم الملوخية. هنصور كل حاجة تخص الملوخية. زي ما انتوا شايفين هي حتة صغيرة، لكن ما شاء الله ادتني ملوخية كتير، يعني انا اكلت منها 3 مرات ولسه فيها كمان. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، يعني يمكن اقعد طول السنة اكل ملوخية منها. زي ما انتوا شايفين هنا بقى انا بقعد بقى طبعا شوية كده جنب الزرع بتاعي. انا زرعة كذا حاجة يعني. زي ما انتوا شايفين بقى هنا هنغسل الملوخية. طبعا ما اقولكوش بقى على كان جمال الملوخية دي. ملوخية طالعة طبيعي لوحدها من غير اي سماد، بالسماد الطبيعي طبعا، لكن مش الاسمدة اللي هي البودرة والكلام ده. انا معرفش طبعا انواع الاسمدة. آه وبالنسبة لي طبعا الزرع ده بالنسبة لي حاجة حلوة قوي ومهمة، وبكون فرحانة بأي حاجة خضراء. طبعا الملوخية هنا بغسلها غسيل مش قادرة اقول لكم بقى اتغسلت كام مرة. هنا بعد ما غسلناها زي ما انتوا شايفين اتغسلت حلوة قوي وقطفتها طبعا. وبعد ما قطفتها زي ما انتوا شايفين انا بغلي ميه على النار. انا بقالي زمان قوي وسنين مش بخرط الملوخيه. بحط ميه على النار بتغلي وبحط لها معلقه سكر ومعلقه كربونات. وهنا طبعا بحط الملوخيه يا دوب تقليبه واحده بس، تقليبه واحده بس علشان ما تمطش معاكي. وبعد كده بطلعها. شايفين لونها ما شاء الله حلوة قوي قوي. وبطلعها من المية السخنة على مية باردة بتلج. انا مجهزة طبعا هنا مية باردة بتلج. زي ما انتوا شايفين هنا بطلعها على المية الباردة. وطبعا بعد ما بحطها في المية الباردة انا بصفيها من المية وبحطها في الخلاط. يعني كده انا هضربها في الخلاط. بس زي ما انتوا عارفين المكان عندي صغير، فالخلاط ما جاش معايا في التصوير. وهنا خلاص انا عملتها في الخلاط زي ما انتوا شايفين. شايفين ما شاء الله بتطلع حلوة جدا. وهنا طبعا هنبدأ نطبخ الملوخية. طبعا انا طبيخي في الملوخية مختلف، مش ناس كتير بتطبخها زيي، وكل واحد على حسب ما بيحب. طبعا انا هعمل زي ما انتوا شايفين حطيت زيت وحطيت معلقة سمنة بلدي. وهنا هحمر التوم والكزبرة في الاول زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بعد ما بيتحمر انا هحط شوربة. دي شوربة بط كانت عندي. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الشوربة عشان الملوخية ما تمطش معاكي ويبقى لها عرق. حط لها لو حتى طماطمايه واحده معصوره، لكن انا حاطه يعني 3 طماطمايات كده. وادي معلقه توم بشطه حاره نار خضره. وطبعا بعد العيار ما بيغلي انا هبدا احط الملوخيه بتاعتي. شايفين لون الملوخيه؟ طبعا الطماطم بتضيع لون الاخضر سنه، لكن شايفين برضو لونها ما شاء الله. انا بحط الطماطم، احنا بنحبها بالطماطم، وكمان الطماطم ما بتخليهاش تمط زي ما انتوا شايفين. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. وما تنسوش يا جماعة لايك وشير ودعم للقناة، وتعليق حلو بيسعدني وبيفرحني. ويا رب يا رب تكون وصفاتي بتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.